قبل القمة 125 بين الأهلي والزمالك، المستشار مرتضى منصور أطلق تصريحات عملت رد فعل عنيف كبير في الشارع المصري. المستشار مرتضى منصور أكد إن الخطيب بيبو رئيس النادي الأهلي من الصعب إن هو يستغني عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. ليه؟ المستشار مرتضى منصور قال إن محمود الخطيب لن يستغني عن سيد عبد الحفيظ، وده مش بسبب انه سيد بيضغط على الحكام، لا، قال والعياذ بالله ان ده بسبب السحر. والله قال ان ده بسبب السحر. وقال المستشار مرتضى ان سيد عبد الحفيظ بيتعامل مع واحدة ساحرة، وانه الكلام ده مسجل بالفيديو، وقال ان هو هيكشف عنه عقب مباراة القمة. وقال انا بطلب من النادي الاهلي ان احنا نلاعب الاهلي راجل لراجل من غير ما يدخلوا السحر في الموضوع. وقال ربنا يكفينا شر السحر اللي حصل للهاني سليمان في مباراة السموحة والنادي الاهلي. طبعا احنا عارفين ان الاهلي والزمالك هيتقابلوا في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، والاهلي طبعا في المركز الاول والزمالك في المركز الثالث، وقد يفقد المركز الثالث في الفترة اللي جاية. بالنسبة بقى التصريح التاني اللي زلزل الدنيا كلها، لما المستشار مرتضى منصور كشف على ان مروان عطية اللي اتنقل من الاتحاد السكندري للنادي الاهلي، قال انه طبعا الكلام ده تم في الصفقة الشتوية. قال ان مروان ماضي مع النادي الزمالك، وانه كان جزء من هذه الصفقة من انتقال مروان للنادي الزمالك، هو جزء منه انتقال محمود علاء نجم الزمالك لنادي الاتحاد. والمستشار مرتضى فكر فكر رئيس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، وقال له ايه رايك في محمود علاء اللي رجع لك مباراتك قدام البنك الاهلي لما فزتوا 3-2. دي كانوا تصريحين الاثنين اقوياء جدا. التصريح الثالث للمستشار مرتضى منصور طبعا هو بيقول ان اللي بيجيب سيره لاعيبه نادي الزمالك وخاصه احمد فتوح وعبد الله جمعه، واللي بيجيب سيرتهم ايا ما كان بسوء ان هم في حاجات خطأ وبتاع بتحصل، قال انا سوف يلاحق هؤلاء الناس جنائيا وتحرير محاضر لكل اللي تجنى. وقال بيطلعوا اشاعات طبعا ويقولوا ان المستشار مرتضى منصور هو اللي قال على هذه الملحوظه بالنسبه لاحمد فتوح وعبد الله جمعه، ولكن هو بيقول انا ما قلتش الكلام ده ودي اشاعات. مبدئيا كده عايزين نشوف مباراه القمه، مين الغيابات اللي هتبقى موجوده في المباراه. غيابات الاهلي في ماتش القمه هيبقى من حدود ل7 ل9 لعيبه. يعني هيبقى غايب عن الاهلي عمرو السوليه، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، ودول هينضموا عندهم اصابات، هينضموا للاصابتين او الثلاث اصابات الكبار اللي هم اكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير، دول طبعا عندهم اصابات وعمليات جراحيه. هيجيب برضو محمود متولي علشان واخد ايقاف للحصول على الانذار الثالث. في احتماليه كبيره جدا لغياب كل من برونو سافيو وحمدي فتحي، لان برضو الاصابه بتاعتهم مش واضحه ولسه هيتوقف على الفحص الطبي، هيتوقف عليه المشاركه بتاعتهم. وعشان كده احتمال المدير الفني مارسيل كولر يعتمد على محمد هاني في مركز قلب الدفاع، ويكون جنبه ايمن اشرف، وهيشارك الوافد الجديد خالد عبد الفتاح بشكل اساسي في الجبهه اليمنى. طيب الزمالك هيغيب عنه مين؟ بص يا سيدي، الزمالك فيه غيابات مؤكده اللي هم محمود حمدي الونش اللي في قلب الدفاع، والسنغالي ابراهيم نضاي، والاثنين دول عندهم اصابات. ابراهيم نضاي لسه ما شوفيش تماما او لسه ما رجعش بشكل تدريجي للمباريات. كمان في موقف غير واضح خالص اللي هو موقف احمد فتوح وعبد الله جمعه، رغم التصريحات اللي قلناها لكم من شويه عن المستشار مرتضى منصور، لكن حكايه المنشطات دي لسه بتطرد اللعيبه، خاصه ان النادي الاهلي بيصر على ان يحصل تحليل وكشف منشطات من الهيئه العامه لكشف المنشطات قبل المباراه. ورغم ان الازمه انتهت، الا ان قرار لعب الجمعه وفتوح هيكون متوقف على جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، يعني هو اللي هيحدد مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب.
يعني هنشوف المباراة. طبعا دي غيابات مؤثرة وقد تؤثر على الفريقين. مش هننسى مع بعض، طبعا احنا عارفين ان المباراة هتبقى يوم السبت ان شاء الله، غدا هتبقى الساعة 8:30 مساء بإذن الله. هنتابعها مع بعض علشان نشوف أهم أخبارها إيه. طب يا اخويا، لما انت عجباك القناة وهتموت من الفرحة كده، ما تشترك دلوقتي فيها وفعل زر الجرس علشان تشوف الحلقات كاملة وعشان يصلك كل جديد مننا. يلا اشترك الآن وشير وفعل زر الجرس لقناة